السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى ان شاء الله انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. في هذا الفيديو غنشارك معكم وصفة خطيرة بزاف. تجربوا في الغسول حتى تعياو، وتجربوا في الكريم حتى تعياو. ما غاديش يعني تكون النتيجة ديالو بحال هاد الوصفة اللي غنشارك معكم، لا في قيمتها المادية ولا في قيمتها ولا في الفوائد اللي فيها. فوصفة اللي دارت بوم في مواقع التواصل الاجتماعي، جربتها مرارا وتكرارا، خطيره بزاف. سبحان الله العظيم، يعني فوائد ديالها بزاف والنتيجه ديالها كتبان في ديك اللحظه. ف غتكونوا عرفتوا يعني كاين واحد النوع غيكون عارف الوصفه، وكاين واحد النوع ما يعرفهاش هاد الوصفه. للناس اللي ما عارفينهاش طبعا، الناس اللي مازال ما عرفوش هاد الوصفه هادي، فهاد الفيديو لكم. غير كنتمنى اللي اول مره غادي يجرب هاد الوصفه ولا اول مره يشوفها يجربها، ومن بعد ما يجربها ولا يعني نالت الاعجاب ديالو يرجع يقلب على الفيديو ديالي ولا على قناتي وصفات اميمه يتابونا ويخلي شي تعليق محفز ويدير لايك لهذا الفيديو هذا. ما ديروش لايك حتى تجربوا تلقاو النتيجه، حيت انا كنهضر بكل ثقه، حيت عارفه باللي غادي تعجبكم هذه الوصفه هذه وغادي تشكروني ودعيو معايا شي دعوه ديال الخير. ما نطولش عليكم اكثر من هكا. بالنسبه للوصفه غادي تاخذوا ورق السدر مطحون، او لا تاخذوا ورق وتطحنوه اللي بغيتو. هذا المكون هذا غادي نشارك معكم فيه به. غنقول لكم جوج الوصفات. انا قبل من نشارك معكم هذه الوصفه راه جربتها مرارا وتكرارا ولقيت عليها نتيجه، وداكشي اللي كيتقال عليها بصح كاين. ورق الصدر يعني راه يعني معروف، يعني كينصحوا به الشيوخ، ويلا بداو هكا الناس يعني كيعرفوا باللي راه الفوائد ديالو بزاف. غنشارك معكم دابا اولا غير الطريقه ديال كيفاش كان الناس اللي كيحسوا بارهاق وتعب في الجسم ديالهم، الناس اللي كيعانيوا من العين، الناس اللي ما كيامنوش بالعين. هذا الفيديو ما كنوجهوش لكم. الناس اللي كيتصابوا بالعين، العين راه حق والسحر حق بطبيعه الحال. يعني غير باش تحميوا راسكم شويه بطبيعه الحال ضروري تقراو القران، ترقيو راسكم براسكم. ولكن اللي كيساعد اكثر هو هاد الوصفه هذه. فغادي تاخذوا تقريبا اطرو ديال الماء، يعني تحيدوا منه واحد الكاس تقريبا، غير واحد شويه فين تحركوا القرعه، وغادي ديروا فيه 3 ديال المعالق كبار ديال ورق السدر مطحون. بالنسبه لورق السدر يا اما كيف قلت لكم راه كيكون عند العطار، هاد الكميه اللي شفتوا دابا كامله 5 دراهم، وغادي تستعملوا منها شحال من مره. فغادي تاخذوا 3 ديال المعالق، المعلقه الاولى، المعلقه الثانيه، المعلقه الثالثه، غتخويوها في القرعه مباشره في داك الماء عادي. ما كتقراو عليه لا قران لا والو، بغيتو تقراو عليه. المهم انا ما عرف صراحه هذه القضيه هذه. المهم انا ما قريت عليه حتى شي حاجه. ديروه في القرعه ديالكم وحركوها مزيان حتى كيولي بحال الشامبو. الناس اللي عندهم مثلا شعركم كتعجزوا تمشطوه، يعني صافي كتبغوا غير ديروا داك البروتين باش شعركم يبقاو ملس، يعني ما تبقاوش تمشطوه تسرحوه نهائيا. كيتخبل لكم الشعر دغيا ما عرفتوش مناش، مثلا نتوما اصلا الشعر ديالكم ماشي من النوع اللي كيتخبل دغيا مثلا. المهم كتحسي براسك ماشي هي هذيك. غادي تاخذوا كيف قلت لكم قرعه، غادي ديروا فيها 3 المعالق كبار ديال ورق السدر مطحون، وغادي تخلطوا مزيان. من بعد غادي تخويوه على راسكم ويتخوى على راسكم وعلى الجسم ديالكم كامل، وتبقاو تغسلوا تحكوا هكا في شعركم بحال درتو شامبو لشعركم. ومن بعد غادي تغسلوه عادي، ما كتجي اصلا هو ما فيهش الريحه خايبه وكيرغوي بحال الشامبو. وغادي تغسلوه عادي بالماء عادي، ما غاديش ديروا شامبو لشعركم نهائيا. صافي وتخويو على الجسم ديالكم كامل وعلى شعركم كيف قلت لكم، وغادي تدوشوا عادي. يمكن من الاحسن ديروها هكا يعني بلا ما تكونوا ناويين انكم تدوشوا ولا شي حاجه، غير باش يعني تدوشوا غير على قبل هذيك الوصفه. فهمتوا؟ هادشي اللي كاين. وبالنسبه للوصفه ديال الوجه اللي خطيره بزاف وبزاف الناس شكروها، اللي دارت ضجه، هي هذه اللي شفتوا معايا دابا. كتاخذوا كميه ديال غير شويه هكا تقريبا نص معلقه ديال ورق السدر، وكتخويو عليه شويه ديال الماء، وكتبقاو تحركوا حتى كيرغوي. هنا كتبقاو تخلطوا هكا بين يديكم بحال كديروا شي مثلا
مثلا اي برودوي سيراف او دابا انا كنستعمل سيراف وديجا شاركته معكم وتبارك الله الفيديو طلع يعني طلع في القناه بزاف ما شاء الله وشافوه بزاف ديال الناس وبزاف ديال الناس عجبهم. ولكن هو اللي كنستعمل انا حاليا، ولكن من نهار اكتشفت هذه الوصفه وليت كنستعملها والله الا سيراف باقي محطوط قليل فين كنستعملو حيت هو زوين حتى هو البشره الجافه. ولكن هذه ما كتصلح صراحه للبشره الجافه، ولكن ماشي حيت ما كتصلحش ما ديروهاش، انا البشره ديالي جافه ولكن كنستعمل هذه الوصفه من وراها كندير مرطب حيتاش الفوائد ديالها يا سلام، كتحيد ليطاج، كتحيد الحبوب، كتبيض الوجه. راه بزاف ديال الناس كيقولوا بلي كتعطي واحد النور على الوجه سبحان الله العظيم. فكتبقاو انا هنا استعملته ليدي حيت ما كنبينش وجهي. هاد الطريقه اللي درت انا دابا ليدي غديروها لوجهكم، ديروها ليديكم اللي بغيتو اي بلاصه في الجسم ديالكم، خصوصا الوجه كتعطي واحد النور سبحان الله العظيم. ما شاء الله والله غير جربوا، انا متاكده غادي تفيدكم هاد الوصفه وغادي تعجبكم. من بعد كتغسلوا وجهكم عادي بالماء، بغيتو تخليوه واحد 5 دقائق على البشره ديالكم اولا تغسلوها مباشره بالماء بلا صابون بلا حتى شي حاجه، هو بنفسه راه صابون كيرغوي وما فيش شي ريحه خايبه ومنه وصفه منه غسول. فهذا الشيء اللي كاين، نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو هذا. والناس اللي جربوا هذه الوصفه هذه ديجا عافاكم، خليوا الاراء ديالكم في لي كومونتير هكا باش الناس اللي ما زعموش يزعموا يجربوا الوصفه. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي يكون احسن من هذا ونتمنى انكم تستافدوا. دعيوا معايا شي دعوه ديال الخير. نتلاقاو في فيديو جاي والسلام عليكم.